السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا متتبعي الكرام، مرحبا بكم في القناة ديالكم شهوات الدار مع بشرى. الاقتراح ديال اليوم صديقاتي هو واحد المقيله ديال الكبده والقلب، تتجي رائعه سهله التحضير وتتوجد بسرعه. تنحتاجو 500 غرام ديال الكبده والقلب، تنحتاجو زيت الزيتون. بطبيعه الحال انا دائما تنحبذ نطيب زيت الزيتون. تنحتاجو الكمون، الملح، وواحد قبيصه ديال الفلفل الاسود. طريقه سهله لهاد المقيله وتتوجد في الدقيقه 90. على بركه الله. تنحتاجو مقيله تنديروها على النار مهيله، تنصبوا واحد 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، تنقصوا عليها مزيان حتى تتبدا ديك الزويته تتدفى. ثم غادي ناخذ ديك الكبيده والقليب مقطعين بطبيعه الحال المربعات، غادي نغسلوهم ونديروهم يستقطروا. من بعد ما غادي تسخن لينا الزويته ديالنا غادي نضيفوا الكبيده، القطع ديال الكبده وكذلك القطع ديال القلب على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد المقله تتجي رائعه ولذيذه وتجي بحال مشوي، يعني مشوي وغني، والصراحه الله اروع ما يمكن تاكلوا في المقيلات ديال الكبده، شي حاجه لذيذه بزاف. صافي تندير على نار مهيله وتنخلي ديك الكبيده وداك القلب تيتشوحوا مزيان. كيف ما تشوفوا راه عندي قطع كبيره قطعهم ليا الجزار. من بعد غادي ناخذ مقياس وغادي نبدا نقطعهم ونردهم يعني طريفه صغار، يعني باش تيجيو حتى مقادين في التقطاع في الحجم ديالهم، وتيجيو البنات لداد صدقوني. صافي غادي نبدا ندي في هذه المقيله، في هذه الكبيده في المقيله على النار مهيله، نبقى ندي فيها ونجيب حتى تتشوح ليا مزيان. كيف ما شفتوا البنات تنعطيوها الحق ديالها، تنبداو نخليو فيها ونديرو نجيبو حتى تاخذ لنا داك اللون الذهبي الجميل. والكبيده ديالنا صافي هي القلب يعني راه دائما تياخذ الطياب يعني اكثر من الكبده. من بعد ما طابوا لينا غادي ناخذ الكمون، غادي نضيف عليهم الكمون وكذلك الملح وكذلك ديك الدقيقه ديال البزار تتبقى يعني على حسب الرغبه ديالكم. صافي وغادي ندي هذه التتبيله ونجيبها حتى تتلذذ مزيان على النار. كيف ما تشوفوا الكبده تجي فتيه ولذيذه ومحتفظه يعني بالمكونات الغذائيه ديالها، صحيه. حسن يعني ما نشويوها وطيح يعني اللذه ديالها والبنه يعني على الفحم. هذه الطريقه راه تجي رائعه صدقوني، ولذيذه وصحيه ومحتفظه بجميع المكونات كيف ما قلت لكم ديالها. دابا صافي الكبده ديالنا راها وجدات. غادي نمروا الان صديقاتي باش غادي نحضروا واحد السلطه مغربيه سهله التحضير وتتوجد بسرعه وغنيه. وكيف ما قلت لكم هاد الغديوه هذه تنوجدوها في الدقيقه 90. تنحتاجوا كيف ما تشوفوا صديقاتي الخص مغسول جيدا وقرضناه رقيق، واحد البصله صغيره كذلك مقرضه رقيقه، مطيشه كذلك مقرضه رقيقه. تقدروا تضيفوا الخيار، كيف ما تقدروا تضيفوا الفلفله، كيف ما تقدروا تضيفوا اي نوع يعني بغيتو ديال الفلفل الالوان. يعني هاد الشلاضه هذه تتبقى على حسب الرغبه ديالكم. انا درتها بالخص والبصله ومطيشه، تجي رائعه، سلطه مغربيه تقليديه على حقها وطريقه. صافي غادي ناخذوها وغادي نديروا لها يعني التتبيله العاديه اللي تنديروا، هو اننا غادي نديروا لها قبصه ديال المليحه كيف ما غتشوفوا معايا، وغادي نديروا لها كذلك الخل او عصير الحامض. انا استعملت هذا الخل هذا، واحد المعلقه صغيره ديال الخل. ثم غادي نضيفوا لها كذلك معلقه صغيره ديال الزيت النباتيه. تقدروا اللي تيبغي زيت الزيتون يضيف زيت الزيتون.
وغادي نمزجوا العناصر جيدا، وهالشلاضه ديالنا واجده وغادي نقدموها. تتجي هايله 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 البنات، جربوها، انا اكيده انها غادي تعجبكم. واللي بغى البنات يدير واحد شويه البزار تيبقى راجع عليه، انا ما تنفضلوش في السلطه ولكن تيبقى راجع عليكم. والان غادي ندوزو باش غادي نقدم معكم المقيله ديالي. كيف ما قلت لكم غدا سريع غني تيوجد بسرعه، والسلطه اكيد شفتو كي جات تجي هايله. ودوك اللوان تيشهيو البنات صراحه، تيشهيو بزاف بزاف. بالنسبه للمقيله ديالنا تنحطوها من على النار كيف ما تتشوفوا تتجي لذيذه وتتشهي. غادي نقرض واحد شويه ديال المعدنوس وغادي نرشو بها، يعني تيعطي لون وتيعطي واحد طعمه زوينه. تنقدموا الكبده ديالنا في المقيله على هذا الشكل هذا، وغادي نرافقوها كيف ما تتشوفوا معايا بالسلطه اللي قدمت معكم. نتمنى هذا الفيديو هذا يروق الاستحسان ديالكم ويعجبكم، وتبارطاجيو هذه المقيله مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. واي واحد يعني تيبغي وصفه سريعه، شي حاجه خفيفه دغيا تتوجد، او الاهم من هذا انها صحيه، يجرب هذه الوصفات اللي غادي نعطيكم يعني في هذه الفتره هذه. ساهلين في التحضير، تيوجدوا يعني في الدقائق يعني الاخيره تتوجديهم، لذاذ صحيين. كيف ما قلت لكم بارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. ودمتم في أمان الله وحفظه، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة. ودمتم سالمين، مع السلامة.